شايف الناس اللي دايما بتشتكي، اللي كل كلامهم طاقة سلبية، اللي مفيش عندهم غير التذمر. ممكن يكون حد من الشغل، حد من العيلة، أو حتى صاحبك اللي كل ما تقعد معاه تلاقي مودك نزل وطاقتك اتسحبت. النوع ده بقى من الناس مش بيخلص، ولو ما عرفت تتعامل معاه صح صدقني هتلاقي نفسك متأثر، هتلاقي نفسك متضايق، وكمان ممكن تبقى واحد زيهم من غير ما تحس. دلوقتي عرفت ان الناس السلبيين ممكن تسحب طاقتك من غير ما تحس. فالحل انك تتعامل معاهم بذكاء وتحط حدود واضحة. خليني اقول لك 5 طرق فعالة جدا تتعامل معاهم، مع الناس دي، من غير ما تفقد طاقتك الإيجابية. طب الحل ازاي تحمي نفسك من طاقتهم السلبية؟ ازاي تفضل ثابت وما تتأثرش؟ في الفيديو ده هقول لك 5 طرق فعالة جدا لو استخدمتها هتعرف تتعامل مع اي شخص سلبي بدون ما تفقد طاقتك. ما تتحركش من هنا، لان اللي هقوله ده ممكن يغير طريقة تعاملك مع الناس للأبد. رقم 1، حط حدود واضحة. بص، مش اي حد لازم يكون ليه مساحة عندك. لو حد سلبي كل ما بيكلمك بيشتكي، ده لازم تحط حدود في التعامل معاه. مثلا لو بدأ يكلمك ما تندمجش معاه وتسيبه وتسمع له طول الوقت. جرب تغير الموضوع او تواجهه بردود توقف بيها السلبية، زي مثلا الدنيا كلها وحشة ومفيش امل خالص. ترد عليه تقول له طب ايه الحاجات اللي ممكن تعملها تغير بيها وضعك وتحسن بيها الوضع الحالي بتاعك. كده بدل ما سبته يجذبك معاه ويخليك تغرق معاه في السلبية بتاعته، انت خليته يفكر في حلول. ما تنجرفش في طاقتهم. لما شخص سلبي يجي يفضفض لك، خد بالك انت مش مضطر انك انت تشيل معاه كل الهموم، ومش لازم تعيش نفس المود بتاعه. حافظ على طاقتك وانت بتسمع الكلام، مش لازم تعيش جوه المشكلة بتاعته. مثال، لو حد قالك انا حاسس ان الحياة ملهاش معنى، انت انا شايف انك متضايق، بس اكيد في حلول. جرب تفكر بإيجابية واكيد هتوصل لحلول تساعدك. بكده انت وقفت السلبية بتاعته وما انجرفتش فيها. احط نفسك بناس ايجابيين. لو كل اللي حواليك سلبيين طبيعي طاقتك هتبقى وحشة. الحل لازم يكون حواليك ناس بيدعموك وبيشجعوك. كل ما بتتعامل مع ناس ايجابيين ده بيخلي طاقتك مرتفعة، وبيخليك تعرف توازن بين السلبية ويخليك تقدر تواجهها. ازاي تطبق؟ صاحب اشخاص ايجابيين تفكيرهم ايجابي، تابع محتوى ايجابي بيحفزك على النجاح والتطور. ابتعد عن اي شخص بيحبطك، ابعد عن اي شخص سلبي بيحبطك. لما تخلي حواليك طاقة ايجابية ده هيخليك تقدر تتحدى اي طاقة سلبية. رقم 5، حافظ على طاقتك الداخلية. كل ما تتعامل مع حد سلبي انت مش مجبر انك انت تفضل شايل طاقته طول اليوم. لازم تشحن طاقتك تاني. ممكن تمشي في مكان هادي، تسمع حاجة بتحفزك، تلعب رياضة، تمارس التأمل والاسترخاء، تكتب مشاعرك، تسمع قرآن. المهم ما تخليش طاقة حد جواك، تخلص منها بسرعة وخلي نفسك في حالة نفسية متزنة. ازاي تطبق ده؟ صاحب ناس تفكيرهم ايجابي، اتفرج على محتوى
إيجابي يحفزك ويطورك. ابعد عن أي حد بيفكر بطريقة سلبية وبيحبطك. لما تخلي حواليك طاقة إيجابية ده بيخليك تقدر تواجه أي طاقة سلبية. خلاص كده معاك 5 حلول قوية، لو طبقتها صح هتعرف تتعامل مع أي حد سلبي. في النهاية الناس السلبيين في كل مكان، لكن انت اللي بتحدد تأثيرهم عليك لما تحط حدودك وما تخليش طاقتهم تسيطر عليك. كده انت بتحس براحة نفسية أكبر وثقة انك انت المتحكم في حياتك. خليك فاكر دايما ان طاقتك بتساوي حياتك، فاختار مين يكون جزء منك. لو الفيديو عجبك ادعمني بلايك واشتراك عشان نوصل الرسالة دي لأكبر عدد ممكن، وشارك الفيديو ده مع حد محتاج يسمع الكلام ده النهاردة.